السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم يا حبايبي في قناة ساينس ببساطة مع ميس تارة. إن شاء الله هنبدأ النهاردة أول سيشن في الكورس اللي وعدتكم بيه. طب الكورس ده ينفع لمين يا ميس؟ ينفع إن شاء الله للأولاد اللي داخلين جريد 4، وينفع كمان لكل المراحل الابتدائية للأولاد اللي كان عندهم مشكلة في الساينس وعايزين كده يقعدوا على رواقة ويفهموا الساينس ده بيتكلم عن ايه. كل ده يعني ان شاء الله المنهج الكورس اللي انا حاطاه ده هينفع كل السنين لحد سنة 6. كمان في حاجات ممكن تنفع بتوع أولى إعدادي بس مش هتكون advanced أوي. الإعدادية بقى اللي هي أولى وتانية وتالتة إن شاء الله اللي عندهم مشكلة في الكيمستري هنبدأ معاهم بإذن الله كورس تاني، كورس كيمستري هيخليكم شطورين جدا في الكيمستري ويخليكم حابينه بإذن الله. طيب احنا في الكورس هنتكلم عن ايه؟ في الكورس هنتكلم عن البلانت، عن الهيومن، عن السيستمز، هنتكلم عن الايرس، عن حاجات كتير قوي. اول حاجة هبدأ اكلمكم فيها هي الايكو سيستم. ويعني ايه ايكو سيستم؟ هي natural area. يعني ايه؟ يعني منطقة طبيعية. منطقة طبيعية ربنا اللي خلقها. المنطقة دي بيكون فيها living organisms يعني كائنات حية، و non living things يعني أشياء غير حية. وهنفهم يعني ايه كائنات حية وأشياء غير حية دلوقتي. طب هل كل حاجة فيهم لوحدها؟ لأ، هما بيعملوا interact with each other. يعني ايه؟ يعني بيتفاعلوا مع بعضهم. يعني مثلا الكائن الحي ما يقدرش يستغنى عن الأشياء الغير حية، كل حاجة بتنفع التانية. طيب يا ميس ممكن تقولي لنا examples على الايكو سيستم؟ طبعا الايكو سيستم ده حبايبي زي الاوشن، زي الديزرت، زي الفورست. الاوشن اللي هو المحيط، والديزرت الصحراء، والفورست اللي هي الغابة. طب تعالوا نشوف يعني ايه اصلا living organisms. living organisms اللي هي الكائنات الحية، اي حاجة حية. زي ايه؟ زي الهيومن مثلا. مين الهيومن ده يا ميس؟ الانسان. هو مش الانسان ده كائن حي؟ مش انت كائن حي؟ طيب يبقى احنا كده living organisms. طب ايه كمان؟ البلانت، النبات. هو النبات كائن حي؟ طبعا. ازاي يا ميس بقى؟ انا عمري ما شفت نبات بيمشي. معاك حق، بس المشي ده مش دليلك الوحيد على الكائن الحي. البلانت can grow يعني النبات يقدر ان هو يكبر، صح؟ طيب تعالى كده هقارن لك النبات بالترابيزة. الترابيزة كائن حي؟ هتقولي لا يا ميس. اقولك عرفت منين؟ هتقولي لا بتاكل ولا بتشرب ولا بتكبر. طيب البلانت بقى لا، العكس، عادي بياكل ويشرب ويكبر، وهنعرف كل دوت بيحصل ازاي ان شاء الله بإذن الله لما نيجي نتكلم عن البلانت. طيب مين كمان من الكائنات الحية؟ الانيمالز، الحيوانات. هي الحيوانات كائنات حية طبعا. طب ايه كمان؟ الانسكتس، الحشرات. ايه كمان؟ البيردز، الطيور، وحاجات كتير جدا بقى. خلاص يعني مش هم دول بس، احنا بندي examples، لكن في حاجات كتير جدا جدا من ال living organism. طب يا ميس انتي قلتيلي في living organisms وفهمناها، ايه هي بقى ال non living things؟ واحدة واحدة كده وبالراحة. ال non living things يعني ايه؟ يعني الأشياء غير الحية بس ليها لازمة. زي ايه؟ مش هينفع تقولي الترابيزة، تقولي يا ميس طب ما هي الترابيزة شيء غير حي. اقولك لا، مش ده اللي انا اقصده. أنا أقصد حاجات حوالينا مش حية ومع ذلك إحنا بنستفاد منها. زي مين مثلا؟ زي الصن، الشمس. هي الشمس كائن حي؟ لا، مش كائن حي، بس مهم جدا في الإيكو سيستم. هل إحنا نقدر نعيش من غير الصن؟ لا طبعا. ما تقوليش يا ميس الشمس بتتعبنا وبتجيب لنا حرارة، وفي الصيف بيكون حر جدا. أنا عايزة أقولك إن أنت ما تقدرش تعيش من غير الصن. خلاص، وهنتكلم برضو في الموضوع ده قدام. طيب مين كمان؟ الووتر، المية. المية مش كائن حي ومع ذلك هي مهمة جدا للليفينج اورجانيزمز. طب مين كمان؟ السويل، التربة، والاير، الهوا. لو مفيش هوا انا هتنفس ازاي؟ يعني تخيلوا كده مفيش هوا، طب احنا هنتنفس ازاي الانسان؟ اوكي. طب يا ميس انتي قلتيلي ان الكائنات الحية
والأشياء الغير حية interact with each other، يعني بيتفاعلوا مع بعضهم. عايزين أمثلة بقى؟ أنا هديكم 3 examples، بس هستنى منكم في الكومنتس examples أكتر من اللي أنا قايلاها، حتى قولوها بالعربي، يعني مش لازم بالإنجلش. عندنا مثلا البلانت ده يا حبيبي عشان يكبر محتاج ووتر، صح؟ يعني انت مثلا لو زارع في البيت فل او ياسمين او نعناع، ينفع ان انت ما تدولوش ميه؟ لا. طيب البلانت كائن حي ولا مش كائن حي؟ كائن حي يا ميس. ها قلنا يعني ايه كائن حي؟ وروني شطارة كده. برافو، يعني living organism. طب الووتر كائن حي ولا مش حي؟ هتقولي يا ميس الووتر non living thing، يعني شيء غير حي. طيب كده حصل بينهم interact ولا لأ؟ يعني ايه interact؟ يعني تفاعل. يعني ايه برضو؟ يعني ده استفاد من ده. يا ميس حصل. النبات احتاج المية. برافو، تمام. طب مين كمان النبات محتاجه؟ محتاج السويل، محتاج التربة. ايه كمان يا ترى النبات محتاجه؟ محتاج الاير. ومحتاج مين كمان؟ محتاج الصن. كل ده محتاجه عشان يجرو اب، يكبر. وهنتكلم برضو في الكلام ده لما نوصل للبلانت، بس خلينا ماشيين مع بعض واحدة واحدة، خطوة خطوة، لحد ما تبقى أشطر طالب في الساينس إن شاء الله بإذن الله. طيب الهيومن والأنيمال بقى يا ميس، هقولك محتاجين الووتر عشان درينك، عشان يشربوا، صح؟ مش كده؟ طيب احنا الهيومن محتاج الصن، محتاج الصن جدا. ابسط مثال، تقول يا ميس الشمس بتنور لنا بالنهار بس بالليل بقى القمر هو اللي بينور لنا. طب تعرف بقى ان الشمس هي السبب في النور بتاع النهار وبتاع الليل؟ ازاي بقى يا ميس؟ لا مش هقولك دلوقتي، انت لو عرفت ازاي اكتب لي في الكومنتس ازاي الشمس بتنور لنا بالنهار وبتنور لنا كمان بالليل. طيب انتوا شطورين جدا. احنا هنكتفي بالقدر ده النهارده عشان هنمشي خطوة خطوة. خلص الفيديو وقولي تم عشان انزل لك الفيديو الجديد ان شاء الله باذن الله. لو عجبك بقى الفيديو ما تنساش اللايك والسبسكرايب وفعل الجرس الصغنن اللي